السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اتمنى اللي لسه عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويعمل كومنت وما ينساش اللايك. طبعا. موجة الحر الحمد لله، يعني انا بسجل لكم كده وبمنتج والكهرباء قطعة، والله العظيم درجة الحرارة النهاردة. الفيديو ده ينزل النهاردة ان شاء الله الساعة 9. درجة الحرارة 37، يعني رحمة شوية عن الأيام اللي فاتت بجد، يعني رحمة كتير عن 43. الحمد لله على كل شيء. النهاردة قلنا نعمل روتين بقى ايه؟ في الصالة بتاعتنا نشيل الحصيرة. الحصيرة كان واقع عليها مية وعصاير، فأنا هشيلها عشان أغسلها، وطبعا هصورها معاكم في فيديو. أنا شلتها بس بجد مش هقدر إن أنا أغسلها في نفس اليوم النهاردة، فهصورها لكم بكرة إن شاء الله وأغسلها. حصيرة كبيرة وعايزة يعني ايه، انتوا عارفين المكان عندي ضيق، فبجد يعني ما يكون المكان ضيق وانت بتغسل حاجة كبيرة بتهبط، واحنا في جو حر وانتوا عارفين، وهبقى فاتحة الكاميرا ولابسة كطرحة وعباية، فما بالكوا بقى. يعني عايزة مروحتين يشتغلوا وانا قاعدة بصور عشان خاطر الحر. اول حاجة، انا قبل ما انا افتح معاكم الفيديو كنت انا فتحت الغسالة وشلت الفرشة بتاع الكنب. انتوا عارفين طبعا ان انا عندي كفر، فما كنتش ناويه اصور من الاساس اساسا، يعني فانا قلت ايه، انا شلت الكفرات وهغسلهم. طب ما اعمل اروق بقيه الشقه بالمره، يعني ايه، يبقى الموضوع كده ايه، في حماس. فده اللي شجعني بامانه ان انا لما شلت الكفرات كانت موسخه. وعايز اقول لكم بقى صدمه عمري ان انا شغلت الغساله، اشتغلت اول دورين، في الدور الثالث المروحه لقيتها ما بتلفش، باظت الغساله من يومها لحد دلوقتي ما اشتغلتش. فقمت قايله هو ايه النحس ده بجد؟ انا لما في حاجه عندي بتبوظ او بتخرب، زي مثلا دلوقتي انا جايه اشوف التلاجة، مش عارفه من كتر ما الكهرباء بتروح يعني بتروح وتيجي وبتقطع. الفريزر بتاع التلاجة لقيته مسيح الحاجات اللي فيها ومش شغال، يعني انا خايفه جدا. يعني قمت قايله ايه، انا هسيبها كده، فصلتها شويه وبعدين حطيت السلك. فربنا يستر يا رب على الأجهزة الكهربائية وعلى حاجة. انتوا عارفين ان حاجة كل بتتصلح يعني حتى لو هي حاجة بسيطة بتتصلح بفلوس كتيرة. وكمان الصنايعية، بجد انا بكره الصنايعية جدا بأمانة. يعني الصنايعية عندهم كمية ابتزاز واستغلال ما شفتهاش على مخلوق. اكتر فئات بكرهها الصنايعية، وسواقين السواقين عامة، سواقين الميكروباص، سواقين العربيات، سواقين التاكسيات، سواقين التكاتك. انا محبش اتعامل مع الفئتين دول، ولا صنايعي ولا اتعامل مع سواق. بس لان الفئتين دول رغم ان هم بياخدوا حقهم تالت ومتلت ومن غير اي نقاش، تمام، وبياخدوا حقهم وبزيادة، إلا إن كل واحد فيهم بيعامل الزبون أكنه عبد عنده. والله العظيم من غير أفورة الواحد بيحس بكده. عشان مثلا أصلح الغسالة بتاعتي اللي فجأة كده لقيت المروحة، أنا حاسة إن أنا اللي غلطانة لأن أنا زودت عليها هدوم كتير، فقامت واقفة بقى مرة واحدة. فبجد يعني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الناس بتاخد فلوس مقابل الخدمة اللي هم بيخدموها لنا في التصليح او في اي شيء، ومع ذلك هم ما بيقدروش ان البني ادم ده، يعني الصنايعي بيجي مجرد ان هو بيجي بيحسب لك الجاية بتاعته لحد البيت، بيحسب لك ان هو اكيد اكنه جاي ملاكي راكب عربية ملاكي. والله العظيم زي ما بقول لكم، بتكون الحاجة اتكلفت مثلا 10-20 جنيه، بيزود عليهم بالظبط 20-30 جنيه، اللي هو انا جاي لك لحد البيت. وهو ايه، جاي ماشي على رجليه او راكب حاجة خاصة بنفسه، يزود لك اجرة اكنه هو جاي راكب حاجة بالاجرة. اقسم بالله. وانا جالي واحد قبل كده ما يعرفش ربنا، وحياة ربنا كمان مرة، جه في يوم لما كانت التلاجة بتاعتي بايظة في اول ما جيت الشقة، ما صلحهاش. وبعد ما هو قعد يعمل محاولات قال لي انا ما التلاجة ديت عايزة حاجات ومش محتاجات، وعايزة حاجة قطع غيار وهي مش معايا، هاتيلي 50 جنيه حق النهارده ان انا جيت، عشان انا كنت في مشوار بعيد وجاي لك من، يعني محاسبني على المشوار وهو ما صلحش التلاجة اساسا. وحياة المصحف عمل هذا الموقف، حصل معايا من شخص حسبي الله ونعم الوكيل.
لمّا يكون هو ما اشتغلش وما صلّحش الحاجة، وأنا عشان مش عايزة مشاكل أو يعني كنت أنا كمان يعني إيه، ما باحبش أعمل حوارات، فقُلت خلاص هو يعني ال50 جنيه دي هي اللي هتغنيه، يالّا بالسلامة، يقبلها، ده هو ما صلّحش حاجة، مجرد إن هو فتح الفريزر وقعد يلعب ويعمل فيه، طَب أنت لعبت وعملت فيه وما صلّحتوش، وقال لي ده لازم كذا وقطعة اسمها كذا وهي مش معايا دلوقتي، وأنا خلاص يعني هو قال لي إن هو ما صلّحش حاجة، ومجرد إن هو ما صلّحش حاجة وعايز يمشي خَد 50 جنيه، مقابل إن هو جِه كمان. ما شُفتش كده أبدًا في حياتي، فمواقفي مع الأشكال دي كتير بتضايق وتخنق. طبعًا دول عايزين بقى ناس إيه بقى، اللي هو لا أنت ما صلّحتش وما عملتش فاتكل على الله أحسن لك، خلاص، بس يعني الواحد بيقول ما بيحبش يعمل مشاكل، ما بيحبش يعمل حوارات، فالله المستعان يعني. طبعًا أنا شِلت الكفرات، كنت فارشة على الكنبة ملاية فشِلتها، وكنت أنا عندي cover، كان في كرسي مش عليه cover وكان الcover بتاعه مغسول، فجِبت الكفرين اللي مغسولين دول، الcover بتاع الكرسي وبتاع الكنبة، لبّستهم وشِلت طبعًا كنست بالمقشة ومسحت بالشرشوبة تحت طبعًا الكرسي والكنبة، وبعد كده أقوم جاية عند الكرسيين التانيين لحد دلوقتي ما فيش عليهم فرش، بسبب إن أنا لمّا جيت باقول لكم أكمّل في الغسالة باظت ولسه ما اتصلحتش. ادعوا لي يا رب، ادعوا لي دعوة 40 واحد غريب مستجابة إن بتاع الغسالة تيجي النهارده ويصلحها لي، يعني بقت من الأحلام إن حاجة أنت باظت عندك تتصلّح في يومين 3، لأ ده لازم تقعد عندك أسبوع يعني شهر كمان، ولازم الواحد يروح لمكانه ويقول له عشان خاطري بليز من فضلك والنبي ده أنا زي ما يكون الواحد رايح يشحت منه بأمانة، مش رايح إن هو أنت مقابل إنك هتيجي تصلّح لي الحاجة دي أنت هتاخد فلوس والفلوس اللي أنت بتطلبها، يعني إحنا ما بنشغّلش حد ببلاش، الناس بتتعامل زي ما يكون اللي هو يعني أنا يعني مش عارفة والله العظيم، بس يعني الله المستعان، أنا مخنوقة منهم أوي وخصوصًا من بتوع التكاتك برضه. المهم خلّينا في موضوعنا، مسكت بقى الجنب ده بجنب ده، طبعًا الإضاءة هتقولوا لي وِحشة، وِحشة يا أم تالية، ما أنا عارفة إن الإضاءة وِحشة في الصالة، والله فاتحة الring light وفاتحة وفاتحة يا ربي النور الصالة، تمام، وفاتحة يعني كل حاجة، بس مش عارفة ليه الإضاءة في الصالة وِحشة، حاولت كذا مرّة أشوف يعني طَب أجيب مثلًا جزء بجزء، ده اللي عملته أنا في الفيديو ده، بلاش إن أنا أجيب مثلًا ال البتاع كلّها الصالة كلّها في كادر كده في الكاميرا، قُلت يمكن ده اللي بيخلّي الإضاءة وِحشة، فأجيب أجيب الفيديو على جزئين، يعني وبذلك برضه الإضاءة مش عاجباني، فاعذروني بقى. المهم أنا كده وصلت بقى معاكم يعتبر لنهاية الفيديو، اللي لسه ما عملش comment يعمل comment، خلاص؟ والناس اللي بتحضر معايا اللايفات بجد شكرًا جزيلًا، أنا باحبكم جدًا، بس التفاعل الفترة اللي فاتت كان وِحِش، ليه مش عارفة، رغم إن أنا بافتح لايفات في أوقات مختلفة، اللي مش فاضي مثلًا الضهر أنا بافتح بالليل، بافتح مثلًا المغرب والعشا، واللي مش فاضي المغرب أو العشا، أوقات إن أنا باكون بافتح مثلًا في أوقات متأخرة جدًا، ومع ذلك ما بالاقيش تفاعل في اللايف، وبجد أنا زعلانة منكم. تاني حاجة كنت عايزة أقول لكم إيه يا ربي نسيت، أنا باطلب منكم إن أنتم تقفوا جنبي، الحمد لله، الحمد لله يعني المشاهدات إلى حدٍ ما بدأت إن هي ما شاء الله يعني عليها إن هي يبقى في تقدُّم عن أول يوم أنا بدأت فيه في القناة، عاجبني جدًا إن أنتم واقفين جنبي ودعمكم على راسي من فوق، ويا رب تستمروا على كده، وإن شاء الله يا رب نِفْسي بجد أمنية حياتي الفيديو ده النهارده يجيب 500 مشاهدة.
يعني شوف أنا ما طلبتش 1000، أنا قُلت نِفْسي إن هو يجيب 500 مشاهدة، فشجعوني باللايك والشير والكومنتات، وإن شاء الله بدعمكم ليّا إن شاء الله هاوصل. خلّصت أنا كده ورا الكنب، وفرشت الكنبة والكرسي، وطبعًا الكرسيين التانيين الكفرات بتاعتهم لسه هتتغسل. قُمت جايبة أنا بقى الشرشوبة بعد ما أنا مسحت، باجيب أنا القماشة كده، الفوطة بتاع المطبخ، هي فوطة طبعًا عادية يعني من اللي إحنا بنمسح بيها، وقُمت جايبة المساحة ومسحت كده عشان الأرض تلمّع زي ما أنتم شايفين، وما يبقاش عليها أي نقطة مَيّة، عشان خاطر المَيّة ما تتراكمش كده على البلاط ويبقى شكلها وِحِش ويبقى في إيه، ما تبقاش لطيفة يعني. إن شاء الله، إن شاء الله بعون الله نغسل الس ال ال الحصيرة معاكم في أقرب وقت، طبعًا هي ما بتكمّلش 5 دقايق في الشمس وبتنشف، دي أحلى حاجة فيها، هي مشكلتها بس إن هي كبيرة جدًا ما شاء الله أنتم شايفين طولها وعرضها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.